بخصوص هذا المحفل العلمي المقتدر. سأحاول أن أقدم مداخلتي باسم هيئة المحامين الجديدة. وفي هذه المداخلة سأحاول النزول بعض الشيء وأكثر إلى الواقع المتعلق بمباشرة وممارسة مسطرة تزويج القاصرات. وخلال هذه المداخلة فضلت ألا أركز على نقطة قانونية معينة وأتقيد بها، وإنما حاولت أن أتناول الموضوع من جوانب مختلفة تهم الشق المسطري القانوني والقضائي لتزويج القاصرين. وفي هذا الإطار حاولت أن أطلع على مجموعة من الكتابات ومجموعة من الدراسات القانونية والقضائية المنجزة بهذا الخصوص، وطبعا بالإضافة إلى ما راكمناه من تجربة عملية متواضعة وتواصلنا الدائم مع بعض السادة القضاة الذين يمارسون هذه المسطرة. خلصت إلى مجموعة من الملاحظات ومجموعة من الاستنتاجات، ومن خلالها طبعا حاولت أن أبلور بعض الاقتراحات. هذه الملاحظات وهذه الاستنتاجات وهذه الاقتراحات اخترت لها كعنوان لمداخلة تأملات حول مسطرة تزويج القاصر. أول ملاحظة: النقاش المطروح حاليا بشأن مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة. هذا النقاش إنه لم يأتي عبثا، كما أنه لم يأتي نتيجة لضغط بعض الجمعيات النسائية أو غيرها من جمعيات المجتمع المدني. هذا النقاش مرده إن المغرب بلادنا التزمت منذ مدة التزاما دوليا وصادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي من بينها اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989. والمغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى فهو ملزم بمراجعة المادة 20 وملزم بدعم جميع الجهود التي تحد من ظاهرة تزويج القاصرات. وأنا أرى أنه في ظل استفحال هذه الظاهرة التوجه توجه سليم وإيجابي وفي محله. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، ودائما في إطار الإشكالات المتعلقة بالقانون والقضاء فيما يتعلق بتزويج القاصرات. كما تعلمون أنه من خلال الاطلاع على مقتضيات المادة 20 أن المشرع أوجب على القاضي في حالة منحه الإذن بتزويج القاصرة أن يعلل قراره وأن يبرز فيه المصلحة الفضلى للقاصرة في الزواج، وأن يذكر الأسباب التي تبرره، وذلك طبعا بعد الاستماع إلى أبويها أو نائبها الشرعي للتأكد من مدى قدرة هذه القاصرة على تحمل أعباء الزواج، وما إذا كان لها فعلا في هذا الزواج مصلحة وسندا لها. واقعيا الأمد الزمني للبت في طلبات تزويج القاصرات لا يتجاوز يوما واحد. الحصول على الإذن بتزويج القاصرة لا يستغرق أكثر من أسبوع. الغالبية العظمى من الملفات ديال تزويج القاصرات لا يفعل فيها البحث الاجتماعي من طرف المساعدات الاجتماعيات. وهذا البحث الاجتماعي كآلية وإن أوجدها المشرع على سبيل الاختيار بالإضافة إلى الاستعانة بخبرة، فإنها لها أهميتها في هذه المسطرة. والمساعدات الاجتماعيات لو أنهم يقومون بهذا البحث سواء داخل المحكمة أو بانتقال إلى مقر سكن القاصرة وحتى الخاطب، كان بإمكانهم أنهم يساعدون هذا القاضي المكلف بالزواج في الوصول
إلى الأسباب الحقيقية والخلفيات الحقيقية والدوافع الحقيقية التي أدت بهذه القاصرة إلى الزواج. وفي ظل عدم سلوك هذه الآلية ديال البحث الاجتماعي، طبعا كاين إكراهات، كثرة الملفات، عدم توفر الوسائل، قلة العنصر البشري وغيره. في ظل هذه الظروف ماذا يفعل القاضي المكلف بالزواج؟ يكتفي بالبحث الذي يجريه بمكتبه وبنفسه وفي يومه وفي وقت وزيج جدا. للأسف أن هذا المعطى لا يمكن أن يمكنه من معرفة الأسباب الحقيقية والدوافع والخلفيات التي أدت بالضبط بهذه القاصرة إلى الزواج، وبالتالي لا يمكنه أن يكون قناعة كافية للقول بالبت في الطلب، للقول باستجابة للطلب أو برفضه. ملاحظة ثالثة هو أنه هناك دراسة ميدانية قامت بها رئاسة النيابة العامة بخصوص هذه المسطرة، وهذه الدراسة غطت 4 سنوات من العمل من سنة 2015 حتى 2019. وهذه الدراسة شملت أكثر من 18 قسم لقضاء الأسرة بمحاكم مختلفة بجميع جهات المملكة، وتم الاستماع فيها إلى عدد كبير جدا من القاصرات المتزوجات، وتم تتبع وتحليل أوضاعهن قبل الزواج وبعد الزواج. وكانت الخلاصات، كانت النتائج لا تبشر بخير. كانت النتائج بالنسبة لبعض الحالات صادمة جدا. هناك أيضا نقطة أخرى وملاحظة أخرى تتعلق بالخبرات. أغلب الخبرات التي يؤمر بها في هذه الملفات، إن لم نقل جلها، هذه الخبرات لا يعهد بها إلى أطباء أخصائيين. أغلب الخبرات تأتي في شكل شهادة طبية مجملة تتضمن عبارة واحدة أن هذه القاصرة قادرة على الزواج. الذي يهم الملاحظ أن الاعتبار الوحيد هو النضج الجسماني لهذه الفتاة. لا يتم النظر في هذه الخبرات في الجانب النفسي، الجانب الذهني، الجانب العقلي، الجانب الصحي لهذه الفتاة، علما أن هذه الجوانب ذكرت هي الأساس، وأن النضج الجسماني لوحده غير كافي للقول باستجابة لطلب هذه القاصرة. الواقع العملي بين أن الطابع الاستثنائي للإذن بتزويج القاصرات تحول من استثناء إلى أصل. أن أغلب الطلبات التي تعرض على محاكم قضاء الأسرة يتم الاستجابة إليها، والأرقام راه ذكرها الأستاذ سلكان. الآن أكثر من الثلثين بالنسبة للدائرة القضائية ديال جديد، بمعنى أن المشرع بكل صراحة وفي الحقيقة وجد نفسه خلال هذه 20 سنة ديال التطبيق ديال مدونة الأسرة، وجد نفسه يستجيب لنداءات واقع يتميز بقلة الوعي والهشاشة والحاجة والجهل والهدر المدرسي كما أشار إلى ذلك الأستاذ سلكان، ويتميز أيضا ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية البالية التي لم تعد صالحة في زماننا. لذلك أنا أعتقد وأرى أن التعديل المرتقب فيما يتعلق بالسن الذي يخول هذه القاصرة السماح لها بالزواج يجب بدوره أن يخضع لشروط وضوابط قانونية أكثر دقة وحزم.
بالتالي أخلص إلى بعض المقترحات. هذه المقترحات التي سأقدمها أمام أنظاركم أيها الحضور الكريم قد لا يتفق معي بعضكم فيها أو في البعض منها، ولكن على كل حال هي وجهة نظري أنا وسأقدمها أمامكم. أنا أرى أنه فيما يتعلق بالاختصاص يجب إسناد الاختصاص بالبت في ملفات تزويج القاصرات إلى القضاء الجماعي. لماذا؟ لأن القضاء الجماعي قد يوفر ضمانات أكبر للوصول إلى قرار ناضج وأقرب إلى مصلحة القاصرة الراغبة بالزواج. أرى ضرورة توفر تقرير طبي بناء على خبرة قضائية في ملف القضية، ويجب أن ينجز هذا التقرير من طرف لجنة طبية يحدد أعضاؤها وتحدد مهامها بدقة في دائرة نفوذ كل محكمة ابتدائية. ميبقاش هاد الزوبعة هذه غدا هنا، هذه غادي هنا، هذه غدا هنا، هذه. لأن الملاحظ أن أغلب هذه الإجراءات ينجزها أطباء الطب العام، ولا يعطى لها ما يجب أن يعطى لها من عناية، بالتالي كتكون نتائج سلبية وغير صحية لهذا القاصر. النقطة الثالثة، من الآن يجب اعتماد سن 17 سنة لزواج القاصرة كحد أدنى وفي جميع محاكم المملكة، طبعا في انتظار التعديل التشريعي المرتقى. النقطة الرابعة وهي تتعلق بالبحث الاجتماعي. أنا أرى أنه يجب التنصيص على إلزامية إجراء هذا البحث الاجتماعي بواسطة المساعدين الاجتماعيين مع القاصرة ومع الخاطب الذي لا يريد الزواج بها بالمحكمة وبمقر سكن هذه القاصرة وهذا الخاطب والمحيط الأسري ديالو. طبعا هذا لن يتأتى إلا بتوفر العنصر البشري الكافي وتوفير الوسائل اللازمة له للقيام بعمله كما ينبغي. النقطة الرابعة هو أنه لا مانع من إجراء بحث موازي تكميلي بواسطة النيابة العامة، لأن ضباط الشرطة القضائية على خلاف ما جاء لسان الأستاذ راهم يقدمون مساعدات في بحث النيابة العامة في أمور أهون من أمر أننا ما نبحثوش مع واحد القاصرة وما نبحثوش في الظروف ديالها والدوافع ديالها إلى هذا الزواج، لأن الآثار كتكون وخيمة جدا في بعض الأحيان. في بعض الأحيان قاضي في هيئة ديال التطليق أو عضو في هيئة ديال جلسة ديال التطليق يجد نفسه أمام نفس القاصرة التي سبق أن منحها الإذن بالزواج، ويجد ذلك الزوج الذي كان خاطبا من قبل ويدعي أنه ميسور وأنه يتوفر على الكفاءة اللازمة ليقوم بدوره كزوج مسؤول، يدعي أمام هيئة التطليق الحاجة والعطلة العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة لي. بالتالي هذه الأمور كلها يجب أن توضع في ميزان العدالة وأن تؤخذ بعين الاعتبار. نقطة أخرى أريد أن أضيفها فيما يتعلق بالمقترحات هو أنه يجب مراجعة النصوص الجنائية المتعلقة بتجريم كل زواج يتم بدون إذن قضائي، خاصة في حالة فشل هذا الزواج. ويجب تجريم أيضا حتى من يجب أن تشمل دائرة تجريم كل من يبلغ عن هذه الأفعال، وأن تشمل أيضا الوساطة في هذا الزواج كيفما كان نوع هذا الوساطة. نقطة أخيرة ما يتعلق بدور النيابة العامة في هذا المسطح. فعلا كاين نصوص قانونية النيابة العامة لا حق لها في الطعن إذا كان القرار هو الاستجابة للطلب. النيابة العامة يجب أن تكون أكثر تفاعلا مع هذه المسطرة. طبعا يجب إضافة تعديلات أخرى تعزز الدور ديالها وتكون هذه التعديلات ملموسة وفاعلة في المسطرة. أن دور النيابة العامة مهم جدا
والواقع العملي يثبت أن أغلبية الملفات غالبا الذي يتحكم في القرار هو القاضي المكلف بالزواج. ربما تكتفي النيابة العامة بإثارة ملاحظاتها فقط في الملف، ودون أن يكون لهذه الملاحظات في بعض الأحيان أثر على نتيجة القرار الذي يتخذه القاضي. أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. العلمية القيمة التي هي عبارة تتجلى في تأملات حول هذه المسطرة المرتبطة بتزويج القاصرات من جانب عملي وكذلك استشرافي حول اقتراحات التي قدمها الدكتور المحترم حول بعض الأمور التي تستدعي التعديل، لا من حيث النصوص القانونية المنظمة أو الضمانات المخولة للقاصر، أو من حيث كذلك تفاعل مختلف المؤسسات المتدخلة في هذه المسطرة، لا من حيث مؤسسة الحماية الاجتماعية أو مسطرة البحث الاجتماعي أو الإكراهات المرتبطة بالتقرير الطبي من أجل الأخذ بهذه المسطرة. شكرا جزيلا دكتور المحترم سي الحسين. بعد المقاربة القانونية والقضائية من خلال المداخلات التي تدخل فيها الأساتذة الكرام، ننتقل إلى شق آخر له علاقة مباشرة بهذه المسطرة، وهي المنظور الشرعي أو الديني من خلال مداخلة الأستاذ المحترم سي محمد مقصات، وهو عضو المجلس العلمي بمدينة الجديدة، وسيتدخل بمداخلة علمية معنونة بتزويج القاصرات من المنظور الشرعي. فليتفضل الأستاذ المحترم مشكورا.